في الجزء السابق سرق نفركبتح كتاب الإله تحوت، فعاقبه بأنه قتله وقتل امرأته وابنه. وفي هذا الجزء يحاول ستنا الاستيلاء على الكتاب. لنرى ماذا سيحدث. لقد أخبرتك الآن كل الويل الذي أصابنا لأننا أخذنا وقرأنا كتاب تحوت، الكتاب الذي تطلب منا التخلي عنه. إنه ليس لديك الحق به. في الواقع من أجله تخلينا عن حياتنا على الأرض. عندما استمع ستنا إلى كل الحكاية امتلأ بالرعب، ولكن مع ذلك كان رغبته في الحصول على كتاب تحوت قوية للغاية، لدرجة أنه قال: أعطيني ما يوجد على صدر نفركبتح الميت وإلا سأخذه بالقوة. ثم أخذ الكتاب. عندما وقف ستنا أمام والده الفرعون العظيم وأخبره بكل ما حدث، أعطاه تميمة بتاح. قال رمسيس: يا ابني، أنصحك بأن تعيد كتاب تحوت إلى قبر نفركبتح. كن حكيم، وإلا تأكد من أنه سيجلب عليك الحزن والشر في النهاية. لكن ستنا لم يستمع إلى هذه النصيحة أيضا، وبدلا من ذلك عاد إلى مسكنه وقضى كل وقته في قراءة كتاب تحوت ودراسة جميع التعويذ الموجودة فيه، وكان يحمله إلى معبد بتاح ويقرأ منه إلى أولئك الذين طلبوا حكمته. ذات يوم بينما كان يجلس تحت أعمدة المعبد، رأى عذراء أكثر جمالا من أي واحدة شاهدها من قبل. دخلت المعبد مع 52 فتاة. انبهر ستنا بهذه المخلوقة الجميلة بحزامها الذهبي ولباسها المزين بالذهب والمجوهرات الملونة. سرعان ما علم أنها كانت تسمى تابوبوا، كانت ابنة الكاهن الأكبر لإلهة القط بستت. بمجرد أن رأى ستنا تابابوا، بدا وكأن حتحور إلهة الحب قد ألقت عليه تعويذة. نسي كل شيء آخر، حتى كتاب تحوت نفسه. أراد أن يفوز بها فقط، لأنه عندما أرسل إليها رسالة ردت: إذا أراد أن يطلبها فهو حر في ذلك، شريطة أن يأتي سرا إلى قصرها في الصحراء. شق ستنا طريقه إلى هناك على عجل، ووجد برجا في حديقة رائعة بجدار مرتفع حوله. هناك استقبلته تبابوا بكلمات ومظاهر حلوة. قادته إلى غرفتها، قدمت له النبيذ في فنجان ذهبي. عندما تحدث معها عن حبه أجابت: كن سعيدا يا سيد الحلو، لأنني مقدر لي أن أكون عروسا. لكن تذكر أنني لست امرأة عادية، ولكنني طفلة بستات الجميل. لا يمكنني أن أتحمل منافس، لذا قبل أن نتزوج اكتب لي طلاقا ضد زوجتك الحالية، واكتب أيضا أنك تعطي لي أطفالك أن يقتلوا ويلقى بهم إلى قطر باستت، لأنني لا أستطيع أن أتحمل أنهم سيعيشون وربما يرسمون الشر ضد أطفالنا. فقال ستنا: كما تريدي، وبكى. وعلى الفور أخذ الريشة وكتب أنه يطرد زوجته لتجوع ويذبح أطفاله لإطعام قطر باستت المقدسة. عندما فعل ذلك أعطته الكأس مرة أخرى ووقفت أمامه بكل حبها تغني ترنيمة الزفاف. جاءت صرخات رهيبة في نفس الوقت تطفو إلى النافذة العالية للصرخ، صرخات موت أطفاله، وتعرف على كل صوت. ولكن ستنا شرب الكأس الذهبية وتوجه إلى تبابا قائلا: زوجتي الآن متسولة وأولادي ماتوا، لم يبقى لي شيء في العالم سواك، وسأعطي كل شيء من أجلك، تعالي إلي يا حبيبتي. ثم جاءت تبابا نحو بأزرع ممدودة كانت أشد جاذبية من حتحور نفسها، لكنها تغيرت فجأة وتلاشت، ووجد نفسه ممسكا بذراع جثة بشعة متآكلة. صرخ ستنا بصوت عالي من الرعب وحل الظلام حوله. بدأ أن الصرح ينهار، وعندما استعاد وعيه وجد نفسه مستلقيا عاريا في الصحراء بجانب الطريق. سخر منه المر على الطريق، لكن واحد منهم ألقى له عباءة قديمة ارتداها وعاد إلى منفيس مثل المتسولين. عندما وصل إلى منزله الخاص ووجد زوجته وأولاده هناك على قيد الحياة وبصحة جيدة، سيطرت عليه فكرة واحدة، وهي إعادة كتاب تحوت إلى نفركبتح. تساءل قائلا: إذا كانت تبابا وكل ساحراتها مجرد حلم، هم الذين دفعوني في هذا الخطر الرهيب. إذا ألقت بي تعويذة أخرى ففي المرة القادمة لن يكون مجرد حلم. ولذلك أخذ كتاب تحوت في يديه وذهب به إلى فرعون والده وأخبره بكل ما حدث. فقال له رمسيس العظيم: هذا ما حذرت منه، كان من الأفضل لك أن تطيع أوامري. سوف يقتلك نفركبتح إذا لم تعد كتاب تحوت إلى المكان الذي وجدت فيه. أنصحك أن تذهب إلى قبره سريعا. فعل ستنا كما نصح فرعون، وعندما وصل إلى القبر نطق بتعويذة. انفتح باب القبر ونزل إلى حفرة المقبرة، ووجد نفركبتح مستلقيا في تابوته، ومعه أهورا وميراب يجلسان على كل من الجانبين. قالت أهورا:
بتاح الإله العظيم هو الذي أنقذك وأتاح لك العودة إلى هنا. ثم نهض نفركبتح من جسده وضحك قائلا: قلت لك أنك ستعود وتحضر كتاب تحوت. ضعه الآن على جسدي حيث وضع طول هذه السنوات العديدة، ولكن لا تعتقد أنك تحررت من انتقامي ما لم تقم بما أمرك به، فإن حلم تبابا سوف يتحول إلى حقيقة. فقال ستنا: يا سيد السحر، أخبرني ماذا يمكنني أن أفعل لأبعد انتقامك العادل. فأجاب نفركبتح: أنني أطلب شيئا صغيرا فقط. أنت تعرف أنه بينما يكمن جسدي هنا، فإن جثة أهورا وميراب يوجدان في قبرهم هناك في كابتس. أحضر أجسادهم هنا ليرتاحوا مع جسدي حتى يوم الصحوة عندما يعود أوزوريس إلى الأرض، لأننا نحب بعضنا البعض ولن نفترق. فسارع ستنا إلى فرعون وتوسل إليه لاستخدام القارب الملكي، وكان فرعون مسرورا بإصدار أمره أن يبحر مع ستنا. لذلك قام ستنا بالرحلة إلى النيل في كابتس، وهناك قدم تضحية كبيرة لإيزيس وحورس، وتوسل إلى كهنة الهيكل ليخبروه أين دفنت أهورا وميراب. لكن على الرغم من أنهم بحثوا في كل الكتابات القديمة في المعبد، إلا أنهم لم يجدوا أي معلومات. كان ستنا في حالة من اليأس، ولكنه أعلن عن مكافأة كبيرة لأي شخص يمكنه أن يساعده. في ذلك الوقت جاء إليه رجل عجوز للغاية يتداعى، وقال له: إذا كنت أنت ستنا الكاتب العظيم تعال معي، لأنه عندما كنت طفلا صغيرا أخبرني جدي الذي كان كبيرا في السن كما أنا الآن، أنه عندما كان طفلا أظهر له جده مكان دفن أهورا وميراب، لأنه كان شابا في ذلك الوقت، في وقت أيام الفرعون أمنحتب الأول الذي ساعد في وضعهم في القبر. اتبع ستنا بلهف الرجل العجوز وقادوا إلى منزل يوجد على حافة نهر قبتس. قال الرجل العجوز: يجب أن تسحب هذا المنزل وتحفر تحته. عندما اشترى ستنا المنزل مقابل مبلغ كبير من الكاتب الذي عاش فيه، نادى الجنود الذين أرسلهم فرعون معه إلى تسوية المنزل بالأرض، وحفروا في مكانه، وفعلوا ذلك حتى وجدوا قبر مدفون تحت الرمال فيه جثث أهورا وميراب. ولما رآهم الرجل العجوز رفع ذراعيه وصرخ بصوت عالي، وبينما كان يبكي تلاشى من الأنظار. فعرف ستنا على الفور أنه نفركبتح هو الذي اتخذ هذا الشكل لقيادته إلى القبر، فأخذ مومياوات أهورا وميراب ونقلها بكل تكريم كما لو كانت جثتي ملكة وأمير مصر. وقاد فرعون نفسه موكب الجنازة إلى سقارة، ووضع ستنا جثتي أهورا وميراب بجانب جثة نفركبتح في القبر السري حيث وضع كتاب تحوت. وعندما غادر موكب الجنازة القبر، قال ستنا تعويذة وأغلق الجدار خلفه دون ترك أي أثر للباب. ثم تم إخفاء مدخل القبر، وبعد فترة طويلة حولتها عاصفة رملية إلى تل كبير، ثم سوتها حتى لا يتمكن أي شخص مرة أخرى من العثور على أثر للمقبرة حيث كان نفركبتح يكمن مع أهورا وميراب وكتاب تحوت في انتظار يوم الصحوة عندما يعود أوزوريس للحكم على الأرض. النهاية. من فضلك إذا أعجبك الفيديو اضغط إعجاب واشترك بالقناة، ولا تنسى أن تشارك الفيديو مع أصدقائك واكتب لنا تعليق. شكرا.